عجيب ما حد يعرف هاي الاندبندنت وومن اللي تحدت جيرانها والحكومة وبنت نظام أنفاق كامل تحت بيتها لمدة 3 سنين. اسمها كالا. بالبداية كانت بس ناوية تبني ملجأ للعواصف بولاية فيرجينيا، بس بدل ما تعين فريق محترف قررت تبني المشروع بنفسها. وللعلم ما عندها أي خبرة هندسية، ومن أقولك بنفسها هي فعليا تسوي كل شيء بوحدها، من خلط الخرسانة للمثاقب الكهربائية اللي عطلت أكثر من واحد وهي تحاول تستعملهم، على مود تبني لها مصعد حقيقي ينقل لها أكثر من 200 طن من الصخور خارج النفق، غير مضخات تصريف الماء ونظام التهوية على مود ما تختنق تحت الأرض وهي تشتغل، لأن أي خطأ صغير إذا ما هد بيتها راح يدفنها وهي عايشة. لحد الآن تقول إنه هي أنفقت بين 50 إلى 100 ألف دولار وهي بعدها بنص المشروع، وفوق كل هذا تشتغل بشركة IT، يعني 8 ساعات دوام باليوم ترجع تشتغل بهذا المشروع. بس الجزء المجنون المكان اللي عايشة بيه مو مكان معزول، هو حي سكني كامل، يعني الغلط اللي راح تغلطه هاي الاندبندنت وومن ممكن يهد البيوت اللي حواليها، وهذا اللي خوف الجيران اللي رفعوا قضية عليها وخلوها توقف المشروع بعد ما الشرطة اجت فحصت المكان واعتبرته غير آمن. بس بنفس الوقت ولا واحد من عندهم كان يعرف منو يواجه، لأن خلوها سنة كاملة تقرأ قوانين الولاية على مود تقنع المحكمة أهم شيء إنها ما تدفع، وبالأخير خلتهم يقتنعون بأنه مو بس ما راح تدفع تعويض وهم راح تكمل المشروع، لأنه هو بس مجرد تسلية شخصية. والعجيب المحكمة وافقت لها على هذا الشيء وخلتها ترجع تحفر لحد الآن. فش رأيك؟